بالنسبه للمقادير، يعني كاس ديال السكر، يمكن لكم تنقصوا ولا تزيدوا الكميه على حسب الحلاوه شنو كتفضلوا، حلاوه ولا لا. كاس الى ربع ديال الزيت، كاس ديال عصير البرتقال، 3 البيضات حجم كبير حراره المطبخ، وعلبه ديال الزبادي من فئه 110 غرام، خميره ونصف اي البيكينغ باودر، بشر البرتقال ما يعادل ملعقه كبيره، شويه ديال الملحه لتصحيح الذوق. بالنسبه للبيكينغ باودر او للخميره الحلوه غنستعمل خماره ونصف. وعندي كذلك بالنسبه للدقيق، حتى غادي نعبر ونشوف شحال خدات ليا من الدقيق. غادي نعبروا معكم ان شاء الله ونشوفوا شحال خدات ليا من الدقيق. غادي نعبر معكم جوج كيسان في الاول وغادي نشوفوا شحال خدات معانا. بالنسبه لي هاد الكيكه انايا غادي نخلطها في الخلاط، غادي نخدم معكم في الخلاط، هو غادي يجيني اسرع بالنسبه يعني نشتغل ونخدم بالخلاط. بسم الله على بركه الله. يعني جميع العناصر غادي نوضعها في الخلاط. بسم الله. غنبدا بالبيض. بسم الله. ضروري جدا ان هذا البيض ديالنا يكون لينا بحراره المطبخ باش ما يخسرش لينا المفعول ديال الخميره، والخميره ديالنا تشتغل مزيان. صافي. وغادي نضيف السكر، وغادي نضيف كذلك عصير البرتقال، وغادي نضيف الزيت، وغادي نضيف الياغورت، وغادي نضيف شويه ديال الملحه، صافي. غادي تبقى ليا فقط هاد، غتبقى ليا الخميره والبشر البرتقال حتى الاخير غادي نضيفو. صافي. غادي نطحن. صافي. هنايا بعد ما خلطت ليا جميع العناصر ديالي غادي نزول الخلاط وغادي نوضع جانبا، وغادي نفرغ الخليط في البول. يعني بامكانكم انكم تضعوا كل شيء في هذا، يعني تخلطوا كل شيء في هذا في الخلاط عاد تدخلوا في المول مباشره، ولكن انا كيجيني كيلصق ليا داكشي كامل في الخلاط، فكنفضل هذه الطريقه هذه. صافي. هنايا غادي نعبر معكم الدقيق. ناخذ الدقيق، غادي نعبر الدقيق، غادي نعبر معكم الكاس الثاني، وغادي نضيف خماره ونصف. صافي. وغادي نخلط وشوف انا الكيك ديالي مازال خفيف، اذا باقي خاصو دقيق. غادي نعاود نعبر الكاس الثالث، وهذا الكاس الثالث ما غاديش نضيفو دفعه واحده كما قلت. بالنسبه للكاس الثالث فما غاديش نضيفو غادي نضيفو عفوا بالتدريج، ما غاديش نضيفو يعني كل دقه واحده.
صافي كنبقى كنضيف فيه بشويه بشويه، انا كنخلط حتى غادي نتحصل على القوام اللي بغيت في الكيكه. يعني الكيكه ديالنا كنحصلوا على القوام ديالها كنخلطوها حتى كنبداو كنديروا الخطوط فوق الخليط وكيعطيونا خطوط باينين، او لا كنكتبوا الرقم 8 كما كنقول دائما. فهنايا كنتحصلوا على خليط ديال الكيكه كيكون يعني خليط اللي هو جيد. صافي كما كتشوفوا كنديروا هكايا غير بالفوي كيبانوا لنا خطوط فوق العجين. هذا هو القوام ديال الكيك اللي بغينا. هذا هو اللي تبقى ليا من الدقيق من الكاس الثالث. بالنسبه للكاس ديال العنبات الكاس الثالث فهو كيوزن 110 غرام. صافي هنايا خديت المول، انا هنا غنستعمل هذا المول ديال الزاج. نتوما بامكانكم انا كنستخدم اي مول عندكم، دائري ولا ديال الزاج ولا مربع ولا داك اللي كيكون يعني عنده ثقبه في الوسط. صافي هنايا خديتو دهنتو بشويه ديال الزيت، يمكن لكم تدهنوا بالزيت اولا الزبده. صافي ورشيتو بشويه ديال الدقيق، وهنايا غادي نخلط فيها الخليط. بالنسبه للفرن انا عندي الفرن سخنته مسبقا، غادي نخبز فيه يعني ولا غادي نطيب فيه الكيك ديالي. بالنسبه للفرن انا عندي الفرن ديال الغاز كنشعل عليه حتى كيسخن، كنوضع الكيك كنشعل عليه العافيه من الاسفل حتى كطيب وكنهبطها لتحت باش تحمر من الوجه ديالها. صافي هنايا كنخوي الكيك في المول، كنطلع شويه للاناء باش انه الكيك ديالي يتهوى ليا واحد شويه. صافي هنايا كنوضع المول حيت هو ديال الدجاج باش يعني نخبط به شويه بحال هكا كما كتشوف في الطريقه موضحه في الفيديو. وكناخذ يا اما هكا شي فوغشيط صغيره ولا شي عود ديال القطيب يكون ديال الحديده ولا ديال الخشب، كديروا هكا خطوط هكا على وجه الكيك، ما تهبطوش بزاف للاسفل غير في الوسط باش هاد الكيكه ديالنا يخرج لنا كاع الهواء وتجينا الكيكه ديالنا زوينه. صافي حتى غندور عليها بحال هكا. صافي وغادي ندخلها للفران كما قلت ساخن مسبقا والعافيه من الاسفل حتى غادي تحمر ليا الكيكه ديالي اولا غادي طيب. صافي هنايا بعد ما طابت الكيكه كما كتشوفوا هي خرجت محمره وغزاله وهشيشه كما كتشوفوا. بالنسبه باش نعرفوا انا الكيكه ديالنا واش طيبه من الداخل كنتكو فيها العود هكايا بحال هكا ولا اي قتيب اولا اي موس كيخرج لينا نقي. هذا كيعني ان الكيكه ديالنا طابت من الداخل. صافي هنايا عندي السكر باش غادي نصيب ليها لاصوص باش غادي نديروا لها من الفوق. عندي هنايا سكر كلاصي اي السكر الناعم، غادي نضيف ليه عصير ديال البرتقال. بالنسبه للعصير ديال البرتقال كنضيفو غير بشويه بشويه ملعقه بملعقه حتى غادي نتحصلوا على واحد يعني صوص ديال السكر الناعم مع البرتقال اللي هو كيسميوه الكليز. بحال هكا كتخلطوا حتى غادي تحصلوا على هاد الخليط كيكون بحال هكا. صافي هو باش غادي نزينوا الكيكه ديالنا ملي غادي تبرد، يعني ضروري ان حنا نتسناو على الكيكه ديالنا حتى تبرد لينا مزيان باش نضيفوا ليها هاد الصوص هذا. الا ضفنا الصوص والكيكه ديالنا باقي سخونه فهو كيدوب وما كيبقاش لنا يعني من الكيك يعني يكون ليا في الاعلى ديال الكيك. يعني الكيكه ديالي باقي يعني دافيه واحد شويه كاع اللي ذلك راه ما داك الصوص ضاب ليا واحد شويه. نتوما من الافضل انكم تخليوه حتى تبرد تماما، لكن انا غير كنت مزروبه بها واحد شويه وصافي.
حيت ملي كتخليوها حتى كتبرد تماما فكتجي هي افضل. صافي كنخوي فوق يعني الكيك بحال هكا كما كتشوفوا. بالنسبه للتزيين انا اكتفيت فقط بهاد لاصوص ديال البرتقال مع السكر. صافي غنضعو فوق منهم وغادي نوزعو فوق الكيك ديالي وغنخليها حتى تبرد. وهكذا جا داك الصوص فوق الكيك. صافي كنقطعوها يعني بالنسبه يعني دي هذا لهاد الكيك فهي كتجي يعني المذاق ديالها رائع. وحتى هو هذا يعني بالنسبه للقوام ديال هاد الكيك فهي كتجي هشيشه ورطيبه. يعني ملي غتجربوها غتعرفوا علاش كنهضر. فهو كيك غزال بكل معنى الكلمه. صراحه كننصحكم انكم تجربوه. كما كتشوفوا فهاد الكيك كتجي هشيشه ورطيبه. كنتمنى انكم تجربوها. وحتى بهاد يعني هاد الصوص ديال الكليز فهو كيعطيها مذاق ديال الحلاوه رائع لعشاق الحلاوه مع البرتقال. بالنسبه للتزيين يمكن لكم تزينوها باي حاجه اخرى ولا باي صوص بغيتو. فكما كتشوفوا فهي كتجي هشيشه محمره من الداخل يعني من الاسفل عفوا من الاسفل ومن الاعلى. كما كتشوفوا كنتمنى لكم تجربوها وتعجبكم كما عجبتني حتى انا. يعني والله جربتوها وعجبتكم. ما تنساوناش يعني تعطيونا الراي ديالكم في التعليق في اسفل الفيديو. والى فيديو جديد ان شاء الله.